كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا سعد. الله، ربنا يبسطهم كمان وكمان. حاجة تشرح القلب يا مولاتي. أنا عارفة احنا محرومين من الحاجات دي ليه. أبويا السلطان يا سعد هو السبب في الحاجات دي كلها. والنبي ده ملوش حق أبدا. ده شهر رمضان الناس بتستناه من السنة للسنة. نفسي أفرح زي الأطفال دول، نفسي أحس إن عايشة في الدنيا زي الصبايا اللي في المدينة، نفسي أسيب حياة القصور وأعيش مع الناس اللي عايشين. الله الله، انت كل ما تيجي السيرة دي تعيط يا مولاتي. طب معلش اسكتي، الصبر طيب. صبرت كتير يا سعدة، صبرت كتير. أنا بختي كده. يا ريتني ألبس فستان خيش بس أحس بالحرية، أحس بالدنيا وأتمتع بجمالها. تصوري تصوري عايز يجوزني أمير من مدينة بعيدة عمري ما شفته. يا ريت يا مولاتي تتجوزي وتسيبي الهم اللي احنا فيه. أنا كرهت القصور وحياة القصور. أملي الوحيد يا سعدة إن أتجوز إنسان من أهل المدينة بيتعب ويجيب رزقه من عرق جبين. ربنا ينولك اللي في بالك، مش بعيدة على ربنا. خدي يا سعدة، خدي شوية المكسرات دول وشوية الحاجات الحلوة دي وانزلي من السلم الوراني واديهم للأطفال اللي بيغنوا دول وقولي لهم كل سنة وانتوا طيبين. حاضر يا مولاتي حاضر. بنت السلطان لابسة الفستان أشكال والوان وحوية وحوي إياها وكمان وحوي إياها وحوية وحوي إياها وكمان وحوي إياها وحوية وحوي إياها وكمان وحوي. ايه الدوشة دي يا مناع؟ كل سنة وانت طيب يا مولانا السلطان. دول أطفال المدينة فرحانين ومزقططين وبيغنوا البنت مولانا السلطان بمناسبة شهر رمضان. لا 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 لا، دي مهازل يا فندم، دي فوضى يا مناع. ازاي أطفال مدينة يتجرأوا يمشوا قدام قصر السلطان؟ يا مولانا ده احنا في شهر رمضان. رمضان ده عشانهم هما مش عشان السلطان. اسمع مناع، أمر مولانا السلطان. أي دوشة في المدينة تحصل أنت اللي هتكون مسؤول. ما فيش زيطة، ما فيش أفراح، ما فيش أنواع، كل ده يتأجل لحد يوم فرح بنتي عزة. مفهوم مناع؟ أمرك يا مولانا السلطان.